اللي معاه أماني وأحلام يقدر يحققها علمائنا المصريين، وتستمر رحلتنا. يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. البحث العلمي ومشكلات المجتمع المصري. الفجوة العلمية والتكنولوجية في منظومة البحث العلمي. ربط الأبحاث العلمية بالصناعة، وارتباط البحث العلمي بعجلة التنمية. ملفات ساخنة، موضوعات مثيرة نناقشها معكم وعلماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. مساء الخير مشاهدينا ومتابعينا والمنشغلين بالبحث العلمي وكل ما هو جديد على الساحة العلمية من أبحاث في شتى المجالات العلمية. بنلتقي معكم كل يوم الثلاثاء من خلال شاشة قناة القاهرة وعلماء من بلدي. ما زلنا بالسواعد والعقول المصرية نبني ونقود مسيرة التقدم والرقي في الكثير من المجالات، وكما قالوا أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. بتتنوع المجالات الصحية ومن أهمها مجال الطب النفسي الذي يعكس الكثير من الآثار المختلفة لدى الشخصية. فإذا كان الإنسان من الناحية النفسية متوازن وسليم نفسيا بيستطيع أن هو يتصالح ويتعايش مع ذاته ومع أسرته ومع مجتمعه أيضا، ويصبح عضوا صالحا ومنتج في المجتمع بعيدا عن أي اضطرابات نفسية. النهاردة واحنا معاكم بنلقي التوجه أو بنلقي الضوء على فرع من فروع الطب، فرع هام جدا وهو الطب النفسي، من خلال الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم الفقي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة، وأيضا ممثل الجمعية العالمية للطب النفسي عن شمال إفريقيا، عضو شرف الجمعية العالمية للطب النفسي، زميل الكلية البريطانية والزميل المتميز بالجمعية الأمريكية للطب النفسي. هو أيضا مؤسس ومنشئ وحدة العلاج النفسي بالمعهد القومي للأورام منذ عام 1998، والمشرف على بناء مبنى الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة. هنبدأ اللقاء بعد الفاصل، انتظرونا مع ضيفنا وضيفكم اليوم من خلال علماء من بلدي الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم الفقي. مصر مش يانا ينت، مصر أنا وأنت. تعالوا نبنيها. علماء من بلدي، القناة الثالثة، قناة القاهرة، تردد 11-22-7 أفقي، نايل سات. بنعود إليكم ونجدد
ونجدد الترحيب بكم مرة أخرى، وبنبدأ أيضا بالترحيب بضيفنا الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم الفقي. مساء الخير معالي الدكتور. أهلا بيكي، أهلا وسهلا. مشرفنا النهاردة في علماء من بلدي، ويعني هتكون حلقة لها طابع متميز، وهنثير العديد من النقاط الهامة، لأن هذا المجال وهو مجال الطب النفسي مجال ثري بالكثير من المعلومات الطبية، ويمكن للأسف يعني نحن لا يوجد لدينا ثقافة نفسية في هذا المجال. ولكن يعني اسمح لي كده في البداية لو قلنا تحديد معالم وهوية ما هو نحن فيه الآن، سواء كنا مرضى أو أصحاء. تمام. هو الوضع اللي احنا فيه النهاردة هو مش سيء، هو معقول، في تقدم عن ما ابتدينا زمان في بداية ما كنت لسه نايب صغير. إنما اللي أنا ملاحظه في المرضى اللي احنا بنشوفهم وما زلنا بنشوفهم إن في فعلا مزيد من الوعي حصل عبر السنوات دي، وإن المرضى بيجوا من كل أماكن في مصر. يعني أصبح في أقسام للطب النفسي من اسكندرية لأسوان، ده ما كانش موجود زمان. فإذا أقسام الطب النفسي بقت موجودة، لم تعد مقتصرة على مستشفيات كبيرة زي العباسية والخنكة و دلوقتي في كل مستشفى جامعي وفي أنحاء مصر كلها متواجد دلوقتي أقسام للطب النفسي. نعم. وده غير بقى القطاع الخاص والعيادات والمستشفيات الخاصة. يعني أصبح فعلا في تغطية توسع وتغطية شاملة وكاملة. شاملة على مختلف مناطق مصر. النهاردة عدد الأطباء النفسيين زادوا، الخدمات أو فريق الطب النفسي بقى موجود، يعني التمريض زاد، الأخصائيين النفسيين، الأخصائيين الاجتماعيين، لأن ده احنا مسميه فريق العلاج في مجال الطب النفسي، بيعوز كل التخصصات دي. ومش بس كده، وبنستعين بزملاء لينا في كل التخصصات في الطب، لأن الطب النفسي ما هو إلا فرع من فروع الطب الباطني والطب عموما. نعم. فأنا محتاج الطبيب الباطني جنبي، محتاج طبيب العينين، طبيب الأنف وأذن، كل التخصصات بنخدم على بعض. أنا بشوف حالاته وهو بيشوف حالاتي، لأن دايما هنجد إن في كم مشترك في جميع المرضى. في يعني يبقى عنده مثلا مرض باطني وعنده حالة نفسية، عنده حاجة تستحق جراحة وبرضه المرض النفسي موجود. على سبيل المثال مثلا الانترفيرون والسوفالدي والناس اللي بياخدوا أدوية للكبد النهاردة، الكبد مثلا فمرضى الكبد لهم مشاكل نفسية، والأدوية اللي بياخدوها لها أعراض نفسية. فإحنا بنكمل بعض، يعني منظومة متكاملة. يعني الطب النفسي عنصر أساسي ورئيسي في أمراض أخرى بالزبط. أو في تخصصات أخرى، متداخلين، كله متداخل مع بعض. حضرتك ذكرت ان هو حاليا هناك تغطية كاملة لهذا التخصص في كافة يعني أنحاء الوطن يعني بلس أو بالإضافة إلى الجامعات الخاصة طبعا. لكن نظرة المريض ذاته أو نظرة المجتمع تغيرت. يعني كان من الصعوبة قوي لما يعني إنسان يعاني من بعض يعني حالة نفسية أو اكتئاب أو أي عرض يعني بعيدا عن الأمراض الباطنية وخلافه، لما حد يعرض عليه ان هو يتردد على طبيب نفساني كانت تبقى مشكلة. النظرة دي تغيرت الآن إلى حد ما. يعني ما زلنا برضو بنشوف النماذج اللي حضرتك ذكرتيها عن التخوف من كلمة مرض نفسي، ودي على فكرة ظاهرة عالمية، يعني مش خاصة بينا في مصر. يعني العالم كله عنده ما نسميه احنا وصمة الطب النفسي. وعشان كده تبص تلاقي ناس ما يحبوش يجيبوا سيرة ان في عيلتهم حتى في مريض نفسي. نعم. ده يعني كان تعب شوية كده وبعدين بقى كويس. صحيح. حاجة كده. لان ده جزء من السؤال التقليدي، واحنا بنقابل المريض، يا ترى العيلة في حد تاني تعب قبل كده؟ فتبص تلاقي يتطوعوا بقى، واحد يقول لا مفيش، وبعد شويه واحد يقول لك لا ده خلي بالك بس كانت ابن عمك معرفش فلان كان حصل له كذا، لا ده كان زمان ودلوقتي بقى كويس. يعني يردوا على بعض زي ما يكون عاوزين ينفوا
كوصمة عار، ولكن آه. يعني يفهم من كلام سيادتك ان المرض النفسي او العرض او الحالة اللي بيصاب بها الانسان قد يكون ليها علاقة بالوراثة. ده اكيد، وكل الامراض ليس بس الطب النفسي، الباطني، السكر مثلا هنجده في العيله. الام كان عندها صحيح. سكر، الجد كان جاله مثلا. فالطب النفسي ما هوش يعني مختلف برضه. بالابحاث العلميه بينت ده تماما، ان معظم الامراض النفسيه ان لم يكن كلها بيبقى لها اساس وراثي. نعم. ونقدر نتتبعه. حتى عندنا المثل البلدي بيقولوا ايه؟ العرق يمد لسبع جد. ساعات المريض يقول لك لا ما فيش، اقول له انت شفت جدك السبع؟ مش ممكن مثلا. لكن في نهايه الامر بيخضع الى العلاج، لان هو يعني ليس هناك المرض يعني بيبقى فيه استعداد، بدائل لديه. يعني الوراثه يعني في استعداد، في استعداد موجود في الجينات الوراثيه. الجينات حامله هذا الاستعداد، انما المرض ساعات مش باين، ما بيبانش. ما هو ساعات مريض السكر بيقعد سنين طويله دون ان يكتشف، لغايه في سن ال 40 ال 50 وبعدين يبدا يبان السكر، بس هو شايله في الوراثه. فالمرض النفسي نفس الحكايه، يعني يبقى شايل المرض وقاعد فيه، وفجاه في سن معينه يبدا يشتغل المرض تحت تاثير بقى ايه؟ ضغوط الحياه. قد تكون ضغوط الحياه، قد تكون استعمال حاجات. يعني ايه استعمال حاجات؟ يعني أدوية اللي بيكون ليها اعراض مثلا؟ لا، سوء استخدام. يعني في أها. مثلا الترامادول والحشيش والكبتاجون، المخدرات. المخدرات دي من اكتر الحاجات اللي هي بتجيب المرض النفسي، بتكشفه. يعني كان مستورا وخد بقى دخن حشيش، عمل اتشاء، ابتدى المرض النفسي. تؤدي الى اعراض كثيره، ومنها الاكتئاب والاضطراب في ممكن السلوك. المرأة مثلا ما كانش باين عندها حاجة، انما حملت ووضعت، يبدأ المرض على الجنين. الاعراض تظهر على الجنين، يعني لو كانت هي مدخنه او لا مش على الجنين، دي مش دي. انا عاوز اقول المرأة اللي هي حامل والمرأة اللي بتضع الطفل، الحمل والوضع بيبين عندها هي. يعني فجأة تبص جالها اكتئاب، نسميه اكتئاب الحمل. بعد الوضع جالها اكتئاب فظيع وحاله نفسيه لا شديدة. ده انا كنت بعتقد لان هي كنت بتتحدث عن يعني اللي بيتناولوا مخدرات او اقراص مخدره بتندرج تحت جدول معين بصوره، فبينكشف او يعني بيفتضح امرهم فيما بعد. فحضرتك تحدثت او انا عاوز اقول ان في اسباب تانية كمان. لكن المرأة عموما بتصاب بحالات اكتئاب يعني أثناء الحمل، بعض منهم، وأيضا أثناء الدورة الشهرية ما قبل الدورة. دي بتبقى برضو عايزة أسلوب في التعامل. اضطراب المزاج في المرأة اللي هي بيبقى يا دوبك أسبوع كده قبل الدورة. حتى لها اسم علمي بنقول اللي هي اضطراب المزاج، أو المزاج هنقول إيه اللي هو السيء في المرأة ما قبل الدورة. وده بنجده مرتبط بقى بعد كده بالمرأة اللي بيجي لها مع الحمل أو بعد الوضع. بالظبط. بيجي لها أكتر. مش كل السيدات معرضات يعني لهذا التغير المزاجي في الحالة، ولا بتختلف النسب؟ برضو نرجع للوراثتين. هتجدي في تاريخ العيلة برضو الأم أو العمة أو الخالة أو كده يعني نفس الأثار. يعني عموما يعني الأزواج بقى أو يعني اللي بيتعاملوا مع المرأة في هذه الفترات، يعني سواء كانت الحمل وهي بتتعرض لبعض التغيرات، يعني لابد ان هو يكون يعني متفهم متفهم وعنده ويساعد. بالظبط عشان يستوعبها في هذه ويساعدها. المرحلة. نعم. طيب الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم الفقي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة. عايزة يعني أعود مع حضرتك للبدايات والعوامل اللي أثرت في تكوينكم الشخصي وأثمرت عن هذه الشخصية العلمية المتميزة. تمام. هو طبعا لو الواحد رجع بقى لبداياته، انا كنت يعني طول عمري والحمد لله كنت متفوق دراسيا، انما لما وصلت لغايه قبل الثانويه العامه اللي هو مفترق الطرق بقى، ادبي علمي، كان ده موجود وقت ما ابتديت، انما في النهايه تغلب عليا الجانب العلمي، ففضلت ان انا يبقى ايه التخصص علمي. وده دخلني كلية الطب، لأن كان في كان ممكن أطلع في الأدب. ليه؟ لأن أنا عندي الاستعدادات الأدبية عالية جدا، ويعني كنت زمان أكتب قصة. كتير من الدكاترة عندهم الملكة دي، وقرايات يعني شاسعة ومتوسعة في كل أنواع الأدب.
فده يعني لخبطني في الاول، امشي السكه دي ولا السكه دي. قلت انا ايه، لا انا همشي في السكه العلميه لان انا عندي الرغبه دي، ويبقى الادب جزء من مكمل بقى. نعم. يعني انا بحب الادب بس يعني مش لازم اتخصص فيه. يعني لو قدرت ابقى كاتب حتى وانا طبيب وماله، زي الدكتور ابراهيم ناجي مثلا ابراهيم ناجي واخرين كانوا عندهم التخصصات عندهم المزدوجه دي، الناحيه الادبيه. فتغلبت، وكان عندي استعداد للموسيقى، ويمكن انا يعني نبهت للنقطه دي. كان ممكن ادخل في مجال الفن بس، وابقى يعني ادخل في مجال ان انا ابقى موسيقي ويبقى ما فيش حاجه لا طب ولا الناحيه الادبيه كمان. يعني كل دي تنازعت جوايا في المرحله الحاليه، ولكن يعني في نهايه الامر يعني وغطيت الجوانب الثانيه بالممارسه فيهم. يعني سماع الموسيقى، عزف الموسيقى، تعلم الناي، العود، اللي مش عارف ايه، عملت وانا طالب في كليه الطب، لان انا الجزء ده مهم. كنت بتمارس برضو بعض الهوايات او النواحي الحريص على غير القراءات وغير كل ده مشي باراليل، يعني متوازي بقى معايا. تمام. وده يمكن اللي مهد برضو للتخصص الطب النفسي. انا كنت هنتقل مع حضرتك للجزئيه ديت. يعني حضرتك خريج 64 الماجستير عن الطب الباطني والطب النفسي 68 وحققتم درجه الدكتوراه عام 75 عن الاضطرابات الجنسيه عند الذكور. مرورا طبعا الى العديد من الابحاث العلميه المنشوره في مجال الطب النفسي الجسمي والاورام والطب الرياضي. هتوقف عند رسالة الدكتوراه واسأل حضرتك يعني تحديد هذه الرسالة أو اختياركم لهذه الرسالة تحديدا لماذا؟ اللي يمكن برضو لأن أنا برضو قراءاتي الأدبية يعني خلتني أبدأ أتنبه لأن الجانب ده مهم. نعم. بجانب أن أنا يعني كان يعني جزء كبير من اهتمامي العلاقة بين الطب الباطني والطب النفسي. ويمكن أنا يعني خد مني كتير بقى. الطب الجنسي جزء من هذا التخصص اللي هو تخصص الطب النفسي الجسمي. يعني كيف تؤثر الحالة النفسية في الحالة الجنسية، كيف تؤثر الحالة الباطنية على الحالة الجنسية. كله بقى، لأن ده ميدان بنسميه مالتي ديسيبلينري، يعني متعدد الأوجه. متعدد الأوجه يعني يفتي فيه الطبيب النفسي، ويفتي فيه طبيب الذكورة، ويفتي فيه الطبيب الباطني، وطبيب المعمل، يعني تخصص جامع شامل لحاجات كتير جدا. وهو لأنه كان مجال مش يعني عليه الطلب قوي في مصر، يعني اللي دخلوا في الميدان ده قليلين جدا. بالظبط. يعني هو ده رسالتي تعتبر من اوائل الرسائل، تعتبر من اوائل الرسائل يعني في هذا التوقيت، يعني الاضطرابات الجنسيه عند الذكور. بالظبط. في كافه المراحل العمريه ولا في مرحله عمريه حضرتك؟ لا، هي كانت من بعد المراهقه لغايه السن الكبير يعني. بتختلف الاضطرابات الجنسيه عند الذكور يعني في هذه المراحل يعني؟ طبعا، لان السن نفسه عامل مهم. وبعدين زي ما الطب الجنسي تقدم في العالم كان له محطات كده. يعني في امريكا بقى اللي هم يعني هنعتبرهم يعني بايونيرز او يعني رواد في هذا المجال. المحطات بتاعتهم سنة 48 و49 و51 بداية ان هم يدرسوا انتشارية الحالات الجنسية عندهم. كان يميع عدد المجتمع الامريكي 200 مليون، فيهم كام واحد جاله مثلا اضطراب في عجز في القدرة الجنسية في الذكور يعني. نعم. وطبعا في الاناث في حاجات برضو مماثلة. يا ترى الرغبة الجنسية كام واحد؟ بتقل الشذوذ، ما نسميه الشذوذ او الجنسية المثلية موجودة هناك بنسبة قد ايه؟ الاختلاف بقى على مستوى العالم، يعني اللي في مصر زي اللي في امريكا. ده كان بداية البحث بقى. ده سؤال مهم جدا. يعني يا ترى هم عندهم كده والنسب دي كده في مجتمع زي المجتمع الامريكي، فانا في مصر عندي ايه؟ ما حدش بقى فتش في الحته دي. يعني يمكن معالي الدكتور هي الجزئيه ديت اللي هي الحالات الشاذه او يعني اللي بتمارس الجنس بصوره او بشكل غير طبيعي في المجتمعات الشرقيه بتكون مستتره. يعني غير ظاهره. عكس في امريكا يعني بيباح بعض التصرفات او بعض الخروج عن القواعد. وده حصل سنه 1980. خلي بالك محطات، يعني 40 وبعدين 65 ده بداية ان احنا ندور ازاي ده بيحصل والرغبة يعني ايه
والتفاعل الجنسي يعني ايه، وازاي الواحد يثار، وازاي تحصل علاقة بين رجل وامرأة. ده كان دراسات في الستينات، دي محطة تانية اهم المحطات يعني. بالظبط. في الثمانينات اجيز في بعض الدول الغربية ان يبقى في الجنسية المثلية، وانها تعتبر شيء عادي وليها حق في المجتمع يعني. قبل مش منبوذة. قبل الثمانينات ما كانتش يعني. عاوز ده تطور. بالظبط. تطور حصل في المجتمع هناك في امريكا في الخارج. وبعد كده تطورات اخرى، الناس اللي عندهم رغبة في التحول من رجل لامرأة، ومن امرأة لرجل، قضية تانية ما زالت حتى الآن محل يعني خلاف واختلاف. صحيح. في بعض الدول بتجيزها وبعض الدول بترفضها، وهلم جرى. واحنا عندنا في مصر قعدات كثيرة واحنا شغالين على الكلام ده دلوقتي. ما ده التخصص بقى المهم اللي احنا فيه. محتاجين تهيئة نفسية او وقضية بقى لها علاقة بالدين، ولها علاقة بالمجتمع، ولها علاقة ايه اللي يجاز وايه اللي ما يجازش. او القضية دي اثيرت يعني في فترة من الفترات، ويعني خدت جدل يعني على مجالات كثيرة يعني، او على تخصصات كثيرة يعني. الطب النفسي كان له رأي، الطب العام ايضا كان له رأي، الدين كان له رأي. حددت ان لو في ميول او اتجاهات يعني كحالة مرضية وكحالة عضوية هنا يجوز، ولكن اللي بيرغب ان هو يتحول من ذكر الى انثى او من انثى الى ذكر زي بالخارج، ده طبعا يعني يمكن مرفوض. يعني عشان اوضح النقطة دي لحضرتك، هو الحالات اللي كانت بتجاز هي الحالات اللي بنسميها الخنثى يعني في تشوه. نعم. يعني بيبقى نازل مش عارفين هو ولد ولا بنت، في اضطراب في شكل الاعضاء الجنسيه، فيبقى الجينات الوراثيه بنت مثلا انما مش باين، بيغلب يعني او ولد ذكر الاكثر بيبقى ذكور اكس واي. فينزل ما عندوش اعضاء جنسيه ويشبه المراه. نعم. وهو طفل فيسموه زينب اي حاجه، بينما هو تركيبه الوراثي والجيني. بس دي حاله مرضيه يعني. ده اللي كان بيجاز. ده يجاز. ده اللي يجاز. لكن هو التحول بقى اللي عندنا بقى اللي هو ما عندوش. يعني هو ولد، يعني ولد جينيا ووراثيا ولد، او بنت. ده بيجي بقى في مرحله سنيه ويقول لك انا مش قابل نفسي، انا جسمي بنت بس انا عاوز ابقى ولد، مخي ولد. البنت تيجي تقول كده، الولد يقول انا مخي بنت، مخي يعني كل احاسيسي بنت، بينما شكله واعضائه الجنسيه ولد. نعم. ولد او ذكر. ذكر. طب في الحاله ديت يعني لو في اسره هو ده الخلاف بقى لديها ابن او ابنه بهذا الوضع او بهذه الكيفيه، يعني ولد مكتمل الاعضاء صح وسليم، ولكن هو داخليا يشعر انه انثى، لا يندمج مع اقرانه، لا يريد اللعب بصوره خشنه او فيها عنف زي الكوره زي البلاي ستيشن يعني، وهكذا. التصرف في الحاله دي ايه، والمجتمع كمان دوره ايه هنا؟ والحاله نفسها، المريض نفسه. فالمريض نفسه بيبقى يعني في كرب، في حاله نفسيه سيئه جدا. وبعضهم لما بيلاقي السكه اتقفلت في وشه بيروح هو يقطع اعضائه الجنسيه لو كان ولد، ويجبر الاطباء ان هم يكملوا العمليه اذا كان يعني، او ان هو ينتحر. حالات انتحار كثيره جدا، واكتئابات وامراض نفسيه كثيره جدا. فالمجتمعات اللي هي هنقول عليها ديفلوبد او متطوره في الخارج ابتدوا بقى يحطوا بقى يعني شرح لهذه القضيه، وابتدوا يتقبلوا فكره ان هم يعملوا عمليات التحول حتى لدول بقى من غير ما يكون عنده تشوهات ولا اعضاء مش باينه وكلام. يريد. فهو عاوز يتحول وياخدوا منه كونسنت، يعني ياخدوا منه موافقه مكتوبه، ويبداوا يدربوه لمده 2 سنين على انه يعيش في الوضع ده. طب انت ولد وعاوز تبقى بنت، عيش بنت، البس لبس بنته وخد بقى منظر البنت يعني وتعايش مع الاسره ومع المجتمع اللي انت عايش فيه. فاذا نجحت في هذا هنقول لك اوكي، وهنديك هرمونات تناسب الجنس الجديد اللي انت عاوزه، وبعد كده اخر حاجه في المطاف بعد 2 سنين نعمل العمليه لو تاكدنا تماما انك انت عايش فعلا الدور ده وعاوزه. تم تهيئته نفسيا ان هو يندمج مع المجتمع على ان هو جنس اخر. بالزبط. يعني اذا كان ذكر
اصبح انثى او انثى اصبح بالظبط ذكر. لقوا نسبة طيب. النجاح في هذا الإحصائيات العالمية بتصل إلى نسبة حوالي 76%. طب نسبة يعني عالية جدا، مرتفعة جدا جدا. وبعدين الحالات اللي مش هتنجح بقى بيكون عندها مشاكل، يعني هو عنده مرض عقلي مثلا وعنده المشكلة، ما ينفعش ده هيطلع يلخبط او مش يعني بعد حتى ما يتحول هيقول لك انا مش مبسوط، انا مش ده اللي انا كنت عاوزه. يعني اذا بنخرج الحالات التي لا تصلح اثناء السنتين دول. طب هو تحول دكتور يعني قادر بقى على ممارسة حياته يعني بصورة طبيعية، يعني ممكن ان هو بشرط يتزوج بشرط ايه؟ ان المجتمع اللي عايش في وسطيه سواء الاسرة او المجتمع المحيط بيه يبقى متقبله. لان التقبل احنا ما نقدرش نعيش واحنا منبوذين مرفوضين، بتبقى مشكله، وده اللي بنلاقيه هنا. يعني بعض الحالات صحيح. بتبقى الاسره رافضه، لا يمكن يعني بخلاف برضو يعني نظره الاسره وتشددها في هذه الجزئيه، رغم ان دي حاله مرضيه يعني زي ما حضرتك ذكرت واوضحتها. ان احنا كمجتمع شرقي بعض الاطفال بيكونوا مولودين بصوره تغلب على الصوره الطبيعيه سواء ذكر او انثى، وبتدي بعد كده فتره المراهقه يستشعر ميول معينه وعايز. هو الظريف في الموضوع او الغريب ان الحالات اللي زي كده اللي هي ما عندوش عيوب خلقيه ولا حاجه وعاوزين يتحولوا، بنجد ان المشكله بتبدا من سن 3-4 سنين. نعم. هو لسه طفل ولها اسباب في الاسره نفسها. نعم. لها اسباب في الاسره. يعني هتلاقي الاب مش موجود، الاب غايب، الاب مسافر، الاب ميت، تفكك. الاب موجود بس ملوش شخصيه، ملوش دور. الام هي المسيطره، هي المسيطره. دول ولاد بيبقوا عاوزين يبقوا بنات لانه ما شافش غير ان ابوه يعني تقريبا مش موجود في الصوره، دوره مختفي. لان الولد الطبيعي بيطلع يتشبه بأبوه، زي الاب، يتشبه بالاب. طب الاب فين؟ ما فيش اب. فكتير من الحالات بقى فيها المشكله دي. فعشان كده بنؤكد ان من الحاجات الوقائيه عشان ده ما يحصلش ان الاسره تبقى متوازنه، الاب اب والام وكل واحد عارف دوره متماسك. انما لما الدنيا بتتلخبط كده العيال بيطلعوا كده. صحيح. وخاصه يعني ان في وبعد كده يرجعوا بقى يلوموه الاسر يعني خلافاتهم او مشاكلهم بتكون قدام الاولاد وبصوره وبشكل يعني سيء للغايه، فبالتالي الطفل نفسيا بيكون غير سوي، يعني حتى بعيدا عن هذه المشكله تحديدا، ولكن بيكون عنده اضطرابات في السلوك. الانطباعات دي بقى تقريبا حوالين 3-4 سنين. يعني تخيل ان الطفل بيتشكل بهذه الطريقه من سن 3-4 سنين، اللي هو سن ما حدش يفكر ابدا ان ممكن المصيبه تحصل في الوقت ده، انما بتحصل في الوقت ده. طيب انا كأم بقى المفروض في الحاله ديت او في الوضع دي اراقب الابن او البنت دي ازاي دكتور؟ ساعات بيلاقوا بقى الولد عمال يلبس لبس اخواته البنات، عاوز يلعب بالعرايس، يحط روج، يستخدم ادوات المكياج بتاعه الاخت او الام. بيبان يعني، وبيجوا لي بقى حالات زي كده مبكره كده، بنلحق ندخل في الاسره، العلاج للاسره مش للطفل، مش للطفل في الوقت ده. يبقى الطفل هنا ضحيه، بعالج الاسره. فين الاب؟ هاتوه. التدليل المفرط له دور برضو في الجزئيه دي. التدليل المفرط بس ومخاطبته على ان هو بنت، يعني في بعض امهات وتطول شعرها، وساعات بعض شعره يطول ويا كميله يا حلوه، ما اعرفش اللغه دي ايه اصلا. احيانا في بعض الاسر بتلاقي ما جالهاش بنت، تقوم اصغر ولد فيهم عاملين هو البنت، يعملوا بنت. فبالتالي الولد لما بيكبر وفتره البلوغ الطبيعيه بس مش دي القاعده، عشان بس ما لا يعني هي طبعا لكل قاعده يعني شواذ، ولكن هو يكفي زي ما قلت حضرتك دور الاب بيضعف من غير ما نعمل حاجه. ففين الاب؟ مش موجود حتى وهو قاعد في البيت، لا يظهر. بيخرج من الصبح يختفي ويجي في نصاص الليالي يكون العيال نامت. مين اللي شايل الشيله؟ الام في التربيه وفي التوجيه، كل حاجه. هو بيقتصر دوره على ان هو ماني ماشين، يعني وسيله للمال وخلاص. وفي حالات برضو او يعني ما فيش حد. لا، في حالات توصل الاب مات او مش موجود، ما فيش غير الام و3 بنات والولد. فالولد طول النهار والليل عايش في وسط ايه؟ مستعمره بنات، اناث. فبيتطبع بقى، يا اما تدلله او يا اما تخليه زيهم. المحطه دي بقى بتخرج لنا الناس دول اللي هم اللي عاوزين يتحولوا، بتخرج الجنسيه المثليه. يعني هو نفسه حس ان هو بنت، ما هو خلاص انطبع فيه ان هو يعني ما شافش ذكور، فانطبع فيه ان هو فيمينين،
انثى. انثى. فما يطلع بقى يبقى عاوز راجل. نعم. فهو جسمه راجل، انما لما هيصاحب ولد تاني هو مش بيصاحبه كصديق بقى، ده بيصاحبه كرفيق، بارتنر، رفيق. فتبص تلاقي ولدين مع بعض، واحد منهم واخد دور الانثى والتاني واخد دور الذكر. واخد دور الذكر. بس الاثنين شواذ في الحالة دي؟ لا، او مش طبيعيين ولا اللي بيمثل دور الذكر بقى ده ممكن يطلع بدري من القصة دي لما يجي يتجوز، لانه ما عندوش الاستعداد الانثوي بتاع الاخر. فالمريض فيهم او اللي عنده المشكلة اللي هو بيمثل دور الانثى ده. نعم. او اللي خد الانطباع من امه واخواته البنات انه انثى. العلاج في الحالة ديت بيكون للحالة وللأسرة. هي دي المشكلة اللي قابلها الغرب بقى والدول الأجنبية، ان هم جم يعالجوهم بقى بعد ما بلغوا لقوا ما فيش فايدة. طبعا اسمنت اللي بيحصل في السنوات الأولى على بال ما يوصل ويبقى بالغ أو مراهق فما فوق، الأمر قد يعني بقى اسمنت انتهى خلاص. يقول لك عالجه نفسيا، ما بيتعالجش. اقعد معاه بقى سنين وأيام وليالي، لا دواء بينفع ولا علاج نفسي بيجيب نتيجة، وهو زي ما هو كده. المفروض في الحالة ديت يعني العلاج مبكر. هو كده مبكر دايما الوقاية دايما تبدأ بدري. نعم. الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بكلية طب جامعة القاهرة، ممثل الجمعية العالمية للطب النفسي عن لا مش حاليا، كنت يعني عضو شرف الجمعية العالمية للطب النفسي، وزميل الكلية البريطانية، والزميل المتميز بالجمعية الأمريكية للطب النفسي، مؤسس ومنشئ وحدة العلاج النفسي بالمعهد القومي للأورام منذ عام 98. هتوقف مع حضرتك عند الجزئية ديت لأنها محتاجة شيء من التوضيح وشيء من الشرح، وهو العلاج النفسي أو التهيئة النفسية للحالات اللي بتصاب بالأورام. لكن اسمح لي ان انا اخرج مع حضرتك دلوقتي ومع متابعينا لفاصل، ونشوف الخدمات اللي بتقدم من خلال المعهد القومي للأورام بالنسبة للمرضى، ثم نعود ونتواصل معكم مرة أخرى. المعهد القومي للأورام تم إنشاؤه سنة 1969 كأول مركز في الشرق الأوسط بيغطي جميع مجالات الأورام في مكان واحد. مريض الأورام بيبقى محتاج أكتر من تخصص لعلاجه، محتاج جراحة، محتاج علاج كيميائي أو بالعقاقير، أدوية، علاج بالأدوية، وعلاج إشعاعي، وعلاج ألم. وكان دايما المريض بيلف على أكتر من مكان عشان يتلقى العلاج. فمن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز متخصص يتم فيه تجميع جميع الخدمات لعلاج مريض الأورام. ومنذ إنشائه حتى الآن 45 سنة، والمعهد يقوم برسالته في هذا المجال من كذا ناحية: الناحية العلاجية والناحية التدريبية والتعليمية. معهد الأورام هو المكان الذي يتم فيه إعطاء شهادات للمتخصصين في علاج الأورام. المعهد فيه 3 شهادات ماجستير و9 شهادات دكتوراه، جميعها بتغطي كافة التخصصات في علاج الأورام. بالنسبة لعدد الحالات اللي مترددة على المعهد، احنا تقريبا وصلنا لحوالي 8000 حالة تشخيص للأورام في السنة. ال 8000 دول منهم بيبقوا حوالي مثلا 13000 أو 12000. في جزء من المرضى بيبقى عنده اشتباه وبيطلع ان هو نيجاتيف، ما عندوش مرض، وفي اللي بيثبت فعلا ان عندهم مرض الأورام أو أمراض الأورام وبيتم علاجهم سنويا في المعهد حوالي 8000 حالة جديدة سنويا. ده بالإضافة للمترددين اللي هم بياخدوا علاج دوري في المعهد، واحنا تقريبا في المعهد عندنا حوالي 3600 زيارة يوميا لتلقي العلاج. المعهد بيحاول دايما، يعني بما انه مش بس مكان علاج، هو مكان علاج وتدريب وتعليم، ان هو يبقى على اعلى المستويات التشخيصية والعلاجية في مجال الأورام. ودايما في جديد في مجال الأورام بالنسبة للتشخيص وبالنسبة للجراحة وبالنسبة للأدوية. بالنسبة للجراحة احنا تقريبا المكان الوحيد في مصر، واعتقد حتى في الشرق الأوسط، اللي عنده الإنسان الآلي الجراحي لعلاج الحالات المتخصصة في علاج واستئصال الأورام في أماكن معينة من الجسم. عندنا دلوقتي في العلاج الإشعاعي الموجه
بالنسبه للجديد في العلاج الاشعاعي. عندنا بالنسبه الاشعه المقطعيه بالبيت سي تي سكان، ده برضو حاجه جديده جدا ومتطوره في مجال التشخيص، ان شاء الله هتبقى شغاله في المعهد في الفتره القادمه. وبنحاول، يعني احنا عندنا دايما مشكله، الحمد لله انه في ثقه فينا، بس في نفس الوقت المكان اضيق من انه يستوعب اعداد المرضى المتزايده. يعني احنا مشكلتنا مشكله مكان اكتر منها مشكله خدمه وكفاءات، وضيق المكان وزحمه الناس بيدوا دايما صوره عن المعهد ان المعهد فيه قائمه انتظار، المعهد فيه الناس بتتعب في المعهد. ما هو لو انت عندك اتوبيس فاخر جدا ساعته 50 راكب وراكب فيه 200 راكب اكيد هيعانوا. هي نفس الفكره، انه المكان اضيق قوي من احتياجات الناس. فاحنا بنحاول نعمل اكستنشن، بنعمل مشروع جديد اسمه مشروع مستشفى 500 في الشيخ زايد. ده الحلم بتاعنا، ان هو يستوعب جميع الحالات ونقدر نقدم فيه خدمه على اعلى مستوى ان شاء الله. 250,000 عربي يموتون سنويا بسبب السرطان. كيف نكبح جماح هذا المرض؟ أهمية نشر الوعي الثقافي، إمكانية التعايش مع المرض. مرة وهينا كيف يستمر، يدي محاضرات، يشتغل، يعمل كل حاجة. بنعود معكم مرة أخرى ومع ضيفنا وضيفكم النهاردة من خلال علماء من بلدي، الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم الفقي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة. وما زلنا بنلقي الضوء على كل العوامل التي تؤثر في التكوين الشخصي. تحدثنا مع حضرتك قبل الفاصل عن الاضطرابات النفسية أو المزاجية في بعض الحالات. على سبيل المثال المرأة مثلا أثناء فترة الحمل أو قبل الدورة الشهرية، كذلك بالنسبة يعني الذكور أو الإناث، من يرغبن أو من يجدن بعض التغيرات لديهم بحيث أنهم عايزين يتحولوا إلى جنس آخر، وكلها ليها عوامل أو الأسرة بتكون هي النواة الرئيسية أو يعني سبب من ضمن الأسباب، بالإضافة إلى قد يكون هناك عوامل وراثية. أيوة. نعم في الموضوع. طيب احنا في هذا الفاصل قدمنا بعض الخدمات اللي بتقدم في معهد الأورام، وأضيفت إليه وحدة الطب النفسي، وحضرتك طبعا كنت مؤسس ومنشئ وحدة العلاج النفسي بالمعهد القومي للأورام منذ عام 98. عايزين نلقي الضوء على هذه الوحدة وما تقدمه من خدمات لمرضى الأورام. هو ظهر طبعا من الدراسات والأبحاث، واحنا عملنا أبحاث بقى بالاشتراك مع زملائنا في معهد الأورام على الارتباط الوثيق بين الجانب النفسي وبين ظهور الأورام. نعم. ففي ارتباط بين ظهور الأورام والحالة النفسية. يعني لقينا ان في ظهور الأورام مرتبط إلى حد كبير بوجود قلق، اكتئاب، توترات بتسبق وجود الورم. نعم. صدمات، حاجات من هذا القبيل. وبعدين أثناء بقى عملية تشخيص ان عنده ورم، يعني هنتخيل سيدة واكتشفت حاجة في الثدي، ورم صغير كده. نعم. بس فطبعا بيجي لها ذعر جري مثلا، ايه في ايه وحاجات زي كده، تروح للطبيب وتبقى خايفة جدا. وبعدين ممكن لانها يعني قلقانة فراحت بسرعة، فلقى ان الورم لسه حاجة بسيطة جدا فتشال والدنيا ايه اتظبطت. في مرضى تانيين بقى يتلكأوا في ان هم يروحوا للطبيب في المرحلة دي، وتكون العملية بقى وصلت الى من المرحلة نمرة 1 إلى 2 و3 و4. 4 دي اللي هي المرحلة يكون المرض ابتدى ينتشر بقى، يروح المخ ويروح الكبد ويروح يعني سيئة. دي. فهي كلما كان المريض عنده الفهم والوعي يعمل ايه، ودي ثقافة برضو مجتمعية. يعني لازم يبقى في برامج توضح للناس ايه بقى أهمية سرعة اكتشاف المرض. مع اكتشاف المريض او الحالة نفسها بتمر بقى بأعراض نفسية كثيرة جدا. نمرة 1 القلق والفزع، نمرة 2 الاكتئاب والغضب، اشمعنى انا وليه،
الى اخره. التساؤلات. وبعدين تبدا بقى ايه عمليه بقى المعاناه بعد التشخيص. هنعمل ايه؟ الطبيب بقى بيطلب تحاليل، وبيطلب يمكن ياخد عينه من الورم عشان يحللها، ونبدا ندخل في مشوار بقى ايه اللي هيتعمل. العلاج هنا بيكون يعني على خط متوازي، يعني النفسي الاثنين ماشيين بقى متوازيين مع بعض. يعني التشخيص يعني عرفت ان او المريضه اشتكت من القلق، لازم ما نسيبهاش كده. يعني في زمان كان يقول لك خلاص ده انت عندك الورم، ويبدا بقى لا يعطي اذنا لحالتها النفسيه شكلها ايه. هناك في بعض الدول المتقدمه المريض قبل ما يتفحص بالجراح الطبيب النفسي لازم يشوفه، ومدى يعني تقبله للوضع، مدى فهمه يعني ايه علاج، يعني ايه علاج كيماوي، يعني ايه جراحه، والجراحه ينجم عنها ايه، وكلام مهم جدا. تهيئته لازم نفسيا عشان نفسياً. يستوعب المرحله اللي هو مقدم عليها. يعني خاصه لو كانت امراه مثلا، يعني وحالات بقى كمان بتبقى يعني اصعب شويه. يعني مثلا يروح عنده مثلا جاله سرطان في القولون، يروح بقى يقول له ده احنا هنشيل نص القولون وهنعمل لك فتحه من البطن تبقى هي دي الاخراج. صعب، عمليه مش سهله ومؤلمه جدا. ومما راينا في الحالات اللي زي كده بعضهم خاف وهرب ورفض يعمل عمليه. 6 اشهر كان الدرجه الرابعه وخلاص، والغدد الليمفاويه تضخمت والانتشار في الجسم كله اشتغل، وخلاص بقى في مرحله هيموت. فاذا يعني هنا ازاي ندعم المريض النفسي عشان يتقبل الحل. احنا وصلنا في مصر للمرحله دي بالنسبه للدعم النفسي بالزبط. لمريض الاورام وتهيئته نفسيا لما هو مقدم عليه في المرحله القادمه بالنسبه للعلاج. ومش بس كده كمان، وتقليل سرعه المرض. يعني لما بنبدا بقى نعمل علاجات يعني نفسيه معينه، وبقى في دلوقتي في المجالات العلاج النفسي حاجه اسمها علاج بالحركه والايقاع الموسيقي للمرضى دول، مش ادويه بقى. فيبدا المريض يدخل الجلسات دي يعني يعني وتبقى زي جلسات علاج جمعي. يعني مجموعه من المرضى لقوا ان ده بيقلل تمدد السرطان وانتشاره بالموسيقى وبالجلسات والحركات الجماعيه. والحركه الحركه والموسيقى والعلاج الجمعي ده. يعني دي برضو حاجات ما كانتش موجوده في الماضي. يعني حاليا لسه ولا لا لسه ما طبقتش. يعني هتطبق بس طبعا يعني مرضى بمستوى مادي معين. لا والله، يعني كل العمل ده كان الهدف منه المرضى الفقراء، وفي معهد الاورام. واحنا عندنا في القصر العيني حاجه اسمها السيزيوم برضو بيشتغل على الاورام، بس في القصر العيني اطباء برضو متخصصين، وبيبقى فيه علاج بقى بالكيمياء مع العلاج النفسي بالفنون دي وبالحركه والموسيقى والايقاع الموسيقي. فلقينا بيعمل الابحاث بينت كده انه بيعمل نتائج جيده جدا. نسبه النجاح يعني بهذا الاسلوب او بهذه الطريقه في العلاج عالية. النفسي عالية. نقدر نقول تقريبا كده. يعني اي مرضى هيدخلوا في الخبره دي ويتعرضوا ليها مش هتقل عن 50-60%. يعني بيبقى في استجابات، فبتقلل انتشار المرض وبتساعد الوسائل الاخرى العلاجيه انها تجيب نتيجه افضل، سواء جراحه او علاج بالكيمياء. بالتاكيد. دكتور، كنت عايزه اسال حضرتك عن يعني ايه الاختلاف ما بين الدراسه النفسيه النظريه والعلميه، يعني كليه الاداب قسم علم نفس وما بين حضرتك كطبيب امراض يعني درست بكليه الطب وهي كليه علميه. هي كليه الاداب دي كليه نظريه، يعني يدرسوا كل المواد العلميه في علم النفس طبعا، اللي هو بيبقى متداخل بقى ما بين الحياه الطبيعيه اللي احنا عايشينها، الضغوط اللي احنا فيها، الامراض النفسيه كمان، كل ده نظري يعني. انما هنا بقى في الطب النفسي الخلاف بقى ان انا طبيب اصلا متخرج من الطب، وبعد كده بتعمق حتى في الطب الباطني زي ما انت شايفه في الماجستير، بدرس الطب الباطني وبدرس انواع اخرى، لان لقينا ان في ارتباط وثيق بين الجسم وبين الحاله النفسيه.
الجسم اي امراض فيه تؤثر في الحاله النفسيه، والمخ لو في مرض نفسي يؤثر في الجسم. عشان كده انا اخترت هذا المجال اللي هو التداخل بين الطب الجسمي والنفسي. التداخل ما بين الطب الجسدي والنفسي، وما بين الطب ده بيأثر في ده وده بيأثر في ده، يعني على كافة الأصعدة بقى، يعني سواء يعني العلاقات الزوجية أو العلاقات الحميمية أو العلاقات الإنسانية أو العلاقات الإنسانية بصفة عامة، ووظائف الجسم فإذا ممكن مريض السكر يبقى عنده مرض نفسي. نعم. وساعات بعض مرضى السكر يرفض ياخد العلاج وياكل كتير، ما دي بتبقى لخبطة، فتخلي السكر ده بتبقى حالة نفسية، رفض للوضع اللي هو فيه المرضي. في ارتباط بين الاكتئاب وبين زيادة عدم الانضباط في علاج السكر. يعني يبقى مريض عنده اكتئاب وعنده سكر في نفس الوقت، هنجد ان النتيجة سيئة، لان حالته النفسية بتخليه ما يلتزمش، ياكل اكتر من المطلوب، يعمل تصرفات تلخبط الدنيا. يدخن سجاير، طبعا تدخين السجاير ده ملوث، بنعتبر ان السجاير وكل المواد اللي هي ضاره ومؤثره على الصحه العامه اللي استخدامها دي بتؤثر على الحاله الباطنيه والنفسيه في وقت واحد. فكثير من الناس ما عندهاش الوعي ده. يعني احنا عاوزين وعي اللي هو ليه الناس ترمي نفسها الى التهلكه. طب يعني كيفيه نشر يعني الثقافه النفسيه او المعرفه بالطب النفسي بالنسبة للمواطن العادي. يعني نادرا لما يكون في مريض بيكشف عند دكتور باطنة وهو يستشعر مثلا ان المريض بياكل كتير، هو عنده مرض السكر وبياكل كتير وشاره في الاكل والعلاج مش جايب نتيجة او العلاج مش جايب نتيجة. نادرا ما تلاقي الدكتور يفضل ان هو يحوله على اللي هو الباطني بقى طبيب نفسي. وده برضو يعني اثرت نقطة مهمة قوي. تواصل يعني. لا انا اقول لحضرتك، يعني هنا الطبيب الباطني في غير التخصصات بقى او جراحة او قلب او اي حاجة، كم المعلومات اللي بياخدوها في الطب النفسي عندنا في مصر ما زالت مش كبيرة، محدودة، وبياخدوها في سنة 6، يعني آخر سنة قبل التخرج، ويمكن في سنة تانية شوية بقى مع الفسيولوجي، مع علم وظائف الأعضاء، معلومات برضو في العلم النفس. إنما في سنة 6 الأمراض النفسية نفسها ياخدوا فكرة عنها. لو قارنا نفسنا بأوروبا، في إنجلترا بياخد في جميع سنوات الدراسة. نعم. جميع سنوات الدراسة، أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة إلى آخره. وبعدين كم المعلومات اللي بياخدها الطبيب الباطني وفي أي تخصص تاني قد اللي احنا بناخده مثلا بدون مبالغة يعني 10 مرات مضاعف. فما ينفعش الكلام ده. وده احنا يعني اتنبح صوتنا واتخانقنا. يعني من يم أستاذي الله يرحمه الدكتور عمر شاهين زمان كان ابتدى المعارك دي، وطبعا وكل الأساتذة اللي أنا عاصرتهم كان معارك ضارية بيننا وبين بطنة. يا جماعة الطب النفسي مهم، يقول لك لا ده الأطباء. طب إذا كان الأطباء وكبارهم وأساتذتهم الباطنيين وغيرهم بيقولوا كده، صحيح، طب يبقى مين حل المجتمع المجتمع والمريض هيقتنع ازاي؟ عشان كده وبعدين احنا يعني كمثال يعني كنا بناخد 5 نمر من 1000 نمرة. نعم. 5 نمر، يعني الطب النفسي اختصروه لأن احنا كنا جزء من بطنه، فيدي 1000 نمرة لحاجاته هو بالظبط. القلب والبتاع، وخدوا بقى ايه بقى الشيشة كده حاجة بسيطة كده. طب هنا بقى الطالب يتعلم ليه؟ لما هم 5 نمر يقول لك بلاش وجع دماغ. يعني زي ما ذكرنا في البداية ان هو تخصص مهم جدا، بل له علاقة وطيدة بكافة التخصصات الطبية الأخرى. يعني هو يسلموا لهذا التخصص في نهاية الأمر. بالإضافة إلى أنه لابد من تغيير ثقافة المجتمع ونظرة المجتمع ونظرة المريض ذاته للحالة النفسية أو لمفهوم المرض النفسي. احنا عندنا بقى بالإضافة للكلام ده اللي هو اللجوء للطب الشعبي والخرافات. دي كارثة. بتسبق أي طب النفسي برضه. يعني انت هو جاله مرض نفسي يقول لك نروح للشيخ، نروح للفلان، ده بيفهم. اما بيقتنعش ان هي مصابه مثلا بحاله من حالات الصرع او لا، ده يقول لك ده عنده سحر، ده اتسحر، ده اتعمل لها عمل، ده مكتوب له. ايوه، بنسبه 100%. يعني قبل ما يجي لي العياده يكون لف سنه
والغريبه مثلا ان هي بتبقى حالات عجز مثلا، يعني بالنسبه للجزء الاسفل او شلل نصفي، ويحيلوها الى الخزعبلات والخرافات ان جن ايه بقى خطوره الكلام ده؟ ماسكها جن لابسها. خطوره الكلام ده انه بيأخر التشخيص، بيأخر العلاج كمان، يأخر التشخيص والعلاج، وبالتالي الحاله تزيد تتدهور. نعم. في الحقيقه معالي الدكتور، يعني في موضوعات كتيره انا كنت عايزه يعني اثيرها مع حضرتك، لانها كلها موضوعات مهمه جدا للمجتمع وللاسره المصريه، لان لما بتكون الاسره متوازنه بتنشئ بالتالي جيل كويس، جيل قوي، جيل متوازن، جيل يقدر على مجابهه الحياه وتحمل المسؤوليه. ولكن للاسف انا وقتي انتهى، فاضل ان احنا نخرج بهذا الفاصل، ثم اعود واخذ يعني برقيات سريعه من حضرتك. طيب اسمح لي. انا راحت عشت ويانا كل سنه جايه جديده بتندهنا شايله، خلينا نقطف كناويها نسهر ونعيش اغانيها، خلينا نقطف كناويها. يسعدني ان انا اهني كل المصريين بالعام الجديد، واهني الاخوه المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. محمد فهمي طلبة، نقيب العلميين. أحب أن أنا أقول لمصر كلها من كبار علمائها لصغار أولادها كل سنة وأنتم طيبين. المصريين يجمعنا الوطن. أتمنى أنا وباقي زملائي من علماء وباحثين مصر إن احنا فعلا نكون قادرين على تلبية احتياجات البلد من تنمية اقتصادية حقيقية، وإن فعلا العام اللي احنا مارسناه السنه دي عام ان يمتد اخر لسنه وسنوات عديده، بحيث الكيمياء هي مستقبلنا، هي حياتنا، هي كل حاجه. بمناسبه السنه الجديده انا بيسعدني تهنئه المشاهدين بالعام الجديد، وبتمنى لهم سنه سعيده. نقول كل سنه طيبين، وبنخص بالتهنئه العلماء والباحثين في المعاهد البحثيه، وان شاء الله تبقى سنه سعيده على المصريين والعلماء والباحثين ان شاء الله. اهميه دور البحث العلمي في المرحله دي، وان استخدام البحوث العلميه والاعتماد عليها هيوفر لمصر مكانه كبيره، فبنتمنى ان كل التوفيق وللمراكز والمعاهد انها تتقدم وتاخد مكانتها اللائقه بيها في البلد في هذا الوقت، وتمنياتنا للجميع بكل توفيق باذن الله. كل سنه ومصر جميعا طيبه. اتمنى ان العام ده يبتدي بالعمل وتستمر رحلتنا معا، ننعم بنور العلم وبهجة المعرفة حتى يتحقق الأمل، الحلم في غد أفضل يستحقه كل إنسان يعيش على أرضنا الطيبة. مصر تعالى بينا الفترة الجاية لينا. بنعود معكم مرة أخرى ومع العالم الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة، وممثل الجمعية العالمية للطب النفسي عن شمال أفريقيا، وكثير من المسميات والمناصب العلمية المتميزة التي تقلدها معالي الدكتور سعيد. حضرتك طبعا يعني شخصية علمية ثرية، لكم يعني مدرسة علمية متميزة بكليات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي، وأشرفتم على أكثر من 70 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال التخصص. يعني احنا بنشرف بوجود حضرتك معانا النهارده في الحقيقه، ولكن احنا برضو ما زلنا شهر يناير، اواخر كده شهر يناير، نعتبر ان احنا لسه مع بدايات العام الجديد. عايزه من حضرتك برقيات سريعه، وخاصه كمان يعني ونحن مقبلون على 25 يناير وذكرى 25 يناير. برقيات للمواطن المصري، برقيات للأسرة، برقيات للشباب.
للمجتمع؟ أيوة. بالعلم والتعليم الجيد مصر هتبقى في مرتبة متميزة إن شاء الله. أنا شايف أن قضيتنا الكبرى التعليم على كل المستويات، مستوى الابتدائي والثانوي والإعدادي والثانوي والجامعة. يعني احنا محتاجين إلى جهد كبير. صحيح الجامعات المصرية النهاردة بتخطو خطوات جيدة، إنما احنا عاوزين أكتر وأكتر، ونهتم بعلمائنا في الداخل والخارج، لأن في ناس كثيرين جدا متميزين ما رجعوش مصر، ودول ممكن برضو يسروا المجال التخصصات المهمة جدا في حياتنا، من أول الزراعة والصناعة والطب والهندسة كل حاجة. فاحنا محتاجين نستعين بالطيور المهاجرة دي. أنا شايف ده مهم جدا. النقطة الثانية هو يعني في مجالنا بقى الطبي، أنا بقول درهم وقاية خير من إمطار علاج. دي قضية في كل تخصصات الطب. يعني أي تأخير في بداية العلاج فعلا ممكن يخلي الأمور تسوء، ويخلينا بقى يعني فلوسنا بتضيع وحياتنا كمان بتضيع. نعم. يعني لازم نفهم بدري، وده محتاج إلى مجهود كبير قوي من كل يعني قطاعات المجتمع وعلى رأسها الإعلام. النهارده ده احنا بنتكلم في هذا الموضوع، وفي طبعا كثير من الناس ممكن يسمعونا النهارده، وفي كل المجالات لازم يبقى في حوار وحديث، وندي فرصة للناس العاديين البسطاء ان هم يتفهموا. يعني الثقافة في الطب والعلاج سواء نفسي او عضوي الى اخره في غاية الأهمية. من المؤكد ده كلام نعم. في غاية الأهمية. نعم. الفنون جزء مهم جدا في رقي المجتمع. ده اكيد. وبما ان حضرتك طبعا محب يعني للفنون والنواحي الادبيه. الاستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم، استاذ الطب النفسي بكليه الطب جامعه القاهره، ممثل الجمعيه العالميه للطب النفسي عن شمال افريقيا. حضرتك شرفتنا، سعداء بوجود حضرتك معانا. مزيد من النجاحات في مجالكم، وان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى قريبا، ويعني نلقي الضوء على بعض النقاط التي لم نكملها في هذا الحديث. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكر أيضا لكل مشاهدينا ومتابعينا. إن شاء الله بنلقاكم في الأسبوع المقبل مع عالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي. إلى أن يتجدد اللقاء، لكم كل الشكر والتقدير مني ومن معدة ومخرجة البرنامج عبير الحق.